السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ منورين مطبخ نونو. النهارده هنعمل اكله من ألذ الاكلات اللي هنعملها سوا مع بعضينا. تعالوا نشوف هنعمل ايه مع بعضينا. النهارده السمك الفيليه، وهنعمل جمبري لسلطه ورز. تعالوا نشوف الطريقه ازاي. هنجيب الجمبري، هرسة الشطه، ومعانا توم، ومعانا ليمون والكمون، بهارات السمك وملح وكزبره، ومعانا المستردة. هحط المكونات كلها في قلب بعضيها، التوم والمستردة والهريسة الشطه والخل والليمون والملح والكزبره والكمون. الجمبري دلوقتي هتبله زي ما انتم شايفين، وهمسك السمك الفيليه هقطعه شرايح كده زي ما انتم شايفين كده. اول ما هقطعهم هقوم ماسكاهم متبلاهم زي ما انتم شايفين كده. هنا هحضر في بوله معايا دقيق، معانا كوبايتين دقيق ومعلقه نشا كمون وكزبره ورشه بهارات السمك. هقوم ماسكه الميه وهقوم حاطه في الدقيق ميه نص معلقه كاري، وهحضر زي خليط الكيك كده اللي هي تبقى خليط سائل. هتبل فيه الجمبري، هحطه في الدقيق جزء للفيليه وجزء جمبري. وهنا هنعمل السلطه مع بعضينا، حاطه ملح وكمون وليمون وخل، وقطعت معاهم البقدونس. وبعد كده قمت ماسكه قرنين الفلفل قطعتهم، وهقطع الطماطم وهقطع الخيار. وكده خلصنا السلطه وتبلنا الجمبري وتبلنا ليه. هنا هعمل سمك، هنا هعمل الرز هحط حبه زيت على بصلايه وسط، وبعد كده هقوم حاطه معلقه سكر وهسيبهم يتشوحوا لحد ما يدوا الكرمله اللي انتوا شايفينها دي. وبعد كده هقوم حاطه كوبايتين ميه عشان انا حاطه كوبايتين هنا رز، وسبتهم لحد ما غلي. وحطيت الكمون وحطيت بهارات السمك مشرباه، وحطيت الملح، تغليفه الجمبري اللي هي بقسماط ودقيق، معلقتين نشا، وهتبلهم كلهم في قلب بعضهم. وهمسك كيس هحط فيه الدقيق والبقسماط وهتبلهم كلهم في قلب بعضهم عشان ما يبهدلوش الدنيا. هقوم متبله الفيليه زي ما انتم شايفين كده، خدت من الدقيق على البقسماط وهقوم منفضه منهم الدقيق وهحطهم في صينيه. هخلص الكميه، هخش على كميه الجمبري. هتبل الجمبري زي ما انتم شايفين كده برضو في قلب الكيس حجم الجمبري اللي معايا زيت. وحطيت الجمبري الاول، وبعد قمت محمره الجمبري، واول ما حمر هقوم مقلبه الجمبري. وهنا هطلعه، ما بياخدش الجمبري ما بياخدش سوا عشان ما يشدش معانا. حاطه الفيليه زي ما انتم شايفين كده، حطيت الفيليه وحمرته. وهنا هطلع الفيليه زي ما انتم شايفين كده. تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، وتقولوا لي متابعيني من انهي بلد وكده، وتشاركوا الفيديو عشان الكل يستفيد. وكده بعد ما خلصنا وصفتنا بتاعت النهارده، وده الشكل النهائي لاكلتنا. اتمنى تجربوها وتقولوا لي رايكم في الكومنتات. استنوني الفيديو الجاي بوصفه جديده، ولو حابين نعمل لكم اي نوع وصفه انتوا حابينها قولوا لي في الكومنتات ان شاء الله.